السلام عليكم إخواني أخواتي أصدقائي وأحبابي، مرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد القصة مزيونة وواحد الواقع كيعيشوه المسافرين، وخصوص المعتمرين أولا اللي كيمشيو لإسطنبول أولا لدبي أو كيسافروا لأوروبا إلى آخره. كيحصلوا في واحد المشكل اللي هو بسيط عندهم في نظرهم ولكن هو معقد. ملي كتبغي تسافر مثلا كيحددوا لك الطيران العدد ديال الباجاج اللي غيكون عندك، مثلا كاين اللي كيعطيك 23 كيلو في 23، كاين اللي كيعطيك 25، كاين اللي كيشري مثلا 50 كيلو، كاين اللي كيشري 40 كيلو على حسب اللي عندك في البي ديال الطيران. فلهذا خاص المواطن والمسافر يلتزم بهذا الشيء هذا، وإلا بغى يزيد خصو يزيد قبل ما يقطع البي ديال الطيران باش كيزيدوا في الباجاج باش كيدي واحد الثمن ناقص ورخيص. اما الا حتى بغيتي في الاخر تزيد الباجاج كتحصل واحد الحصله ما بعدها حصله، وعشتها هاد السيمانه هادي مع واحد السيده زبونه ديالنا اتصلت بيا من السعوديه وقالت لي سي جمال شريت واحد العدد ديال السلعه زايده وحصلت فيها ما جبرتش كيفاش نصيفطها للمغرب. ملي ربطت الاتصال ديالي مع الاصدقاء والمرشدين والوكالات الاسفار كنتفاجأ بان يستحيل يجيبوها لها. ملي طاحت في السمساره اللي بغاو يجيبوها لها كيطلبوا لها 3000 درهم الباليزه باش يجيبوها لها. دابا هاد 3000 درهم واش قانونيه ولا غير قانونيه؟ واش شرعيه ولا غير شرعيه؟ ديال هاد 3000 درهم اللي كطلب السيده نتينا باش تدي لها الباليزه للمغرب، وانتينا ما كتخسر عليها حتى شي حاجه، كتقسمها على الناس المسافرين. فلهذا هذه المساله خصو الانسان يحتاط منها بزاف وياخذ بعين الاعتبار. وهاد السماسرة اللي كيستنزفوا المسافرين ويطلبوا لهم 3000 درهم في الباليزة راه هذا السحت هذا، ويتقوا الله عز وجل في المواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.